السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي. معانا النهاردة ماسك التقشير. ماسك بسيط جدا وسهل. مكوناته موجودة عندنا في البيت، من القهوة والسكر والملح وزيت الزيتون. ماسك جميل جدا ورائع ومغذي، ومؤشر جميل جدا. جربوه بإذن الله يعجبكم. تابعوا معايا الفيديو، ما تنسوش تصلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. ماسك التقشير للإيدين والوجه بمكونات بسيطة جدا وموجودة عندنا في البيت. تعالوا حبايبي نشوف عملنا الماسك ازاي. معانا بولة فاضية هنخلط فيها معلقة سكر وعليها معلقة ملح وكمان معلقة قهوة وهنخلط المكونات مع بعض، وهنضيف عليهم معلقة زيت زيتون، معلقة صغيرة زيت زيتون، وكمان معلقة صغيرة مية. وهنخلط المكونات مع بعض كويس جدا. هندوب المكونات مع بعض زي ما انتوا شايفين علشان نستخدم الماسك على بشرتنا او على ايدينا. هنخلطهم كويس جدا مع بعض ونبدأ نفردهم على ايدينا او على بشرتنا. القهوة مفيدة جدا للبشرة، بتزيل الجلد الميت وبتنظف معانا البشرة كويس جدا. السكر والملح بيساعدوا على التقشير وهيخلوا البشرة وردية وجميلة معانا. هنفرد على ايدينا طبقة من الماسك او على بشرتنا وهنسيبها تتشرب كويس جدا وتجف شوية علشان نبدأ نفركها مع بعض. هنسيبها شوية لحد ما الماسك يجف على الجلد والجلد يتشرب المكونات الموجودة فيه. وهنبدأ نفركه بحركات دائرية. هنسيبه لمدة 10 دقايق لحد ما يبدأ يجف معانا، وهنفرك الماسك بحركات دائرية علشان نبدأ عملية التقشير. هنستخدم بنفس الطريقة على بشرتنا وهنفركه بحركات دائرية. هيزيل معانا الجلد الميت. والقهوة غنية بمضادات الأكسدة، جميلة جدا للبشرة. هيتفرك معانا بالشكل ده وهنلاحظ فرق كبير جدا على بشرتنا بعد التقشير.
والبشرة هتتحول للون الوردي الجميل جدا. هنغسله بمية فترة ونرطب بشرتنا بالمرطب اللي احنا بنستخدمه. مرطب يكون خفيف مش تقيل علشان البشرة تتشربه بكل سهولة وتستفيد منه. ماسك جميل جدا ورائع ومفيد، جربوه وبإذن الله هيعجبكم. لو عجبكم ما تنسوش لايك واشتراك للقناة تشجيعا منكم فضلا وليس أمرا. معانا فوائد القهوة، لها فوائد رائعة للبشرة لاحتوائها على الكافيين ومضادات الأكسدة. تعمل كمقشر طبيعي، تزيل الخلايا الميتة وتساعد في تقليل السليوليت والانتفاخ تحت العين ومحاربة علامات الشيخوخة، وتعالج حب الشباب وتقليل الالتهابات وتعزز إنتاج الكولاجين لنضارة وإشراقة البشرة. شكرا حبايبي، يا رب الفيديو يكون عجبكم ويا رب تكونوا استفدتوا معانا ولو بمعلومة صغيرة. شكرا حبايبي، إلى الفيديو القادم بإذن الله. ما تنسوش لايك واشتراك للقناة تشجيعا منكم فضلا وليس أمرا. شكرا حبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.